من الكائنات الغريبة لهم قائد، والقائد هو الملك الذي يحكم العالم من وراء القصر الذهبي. هذا القصر الذهبي موجود في بعد معين أو في مكان معين على الأرض، يوجد به ملك وحاشية وحراس، هم من يحكمون العالم، يراقبون الناس جميعا. يعني هم شايفيننا دلوقتي بطريقة أو بأخرى بأجهزة معينة متطورة جدا، شايفين الناس كلها ويقدروا يتحكموا فيك عن طريق الموبايل اللي موجود قدامك أو عن طريق التخاطر، يتحكموا في أحلامك، يتحكموا في تصرفاتك. المجموعة دي يمكن أن تكون تابعة للماسونية أو هي الماسونية نفسها. من هو الملك الذي يتحكم بالعالم؟ بدليل إن ربنا سبحانه وتعالى قال أن الشيطان يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم. بيرونا إزاي؟ بيرونا بكاميرات عالية الجودة ومتطورة جدا وأجهزة متطورة جدا، يرونا جميعا ويسيطرون علينا بالتخاطر. يبقى من يتحكم في العالم هو ملك من ملوك الشياطين عن طريق استخدام مجموعات بشرية معينة تتحكم في الأموال الموجودة في العالم، جميع الأموال، ويتحكموا في الحروب ويتحكموا في الطقس ويتحكموا في أشياء أخرى. من يتحكم؟ ما أعلم أن من يتحكم هو الشيطان، يحكم العالم عن طريق مجموعات بشرية تندرج تحت خدمته مع مجموعات من الجن والأبلس.